بصوا بقى الوصفه دي لما بكون جعانه كده الساعه 3 4 الفجر لازم اعملها، حاجه كده من الاخر. وبصوا بتعلي المزاج على الاخر. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اي نوع مكرونه متوفر عندك، طماطميه متقطعه قطع صغيره، وكمان بصلايه متوسطه، وفلفل سبايسي حسب الرغبه. هنوزع بقى المكونات بتاعتنا في الطاسه مع اي نوع مكرونه انت بتفضليه. تمام، انا عملت كيس مكرونه سباكيتي، بس تقدري تضيفي اي نوع انت بتفضليه. هبتدي بقى احط 3 او 4 فصوص من الثوم، وكمان الصلصه زودي شويه كده. انا حطيت 4 معالق كبار مليانين، وكمان مكعب مرق الدجاج بتودي بقى الوصفه في حته تانيه خالص. معلقه صغيره من الملح وزيهم من الكمون، وكمان معلقتين كبار من زيت الذره. وهغطي بقى كل المكونات دي بميه سخنه على النار بقى. بتاخد تقريبا تلت ساعه نص ساعه. في نص التسويه هنقلبها بس كويس جدا، ونرجع تكمل تسويتها تاني على نار هاديه جدا. خطيره، بديل الاندومي يا جماعه، حاجه كده من الاخر وبجد خطيره. لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم. مش معجنه خالص، من غير سلق ومن غير تحمير. هتعملي وصفه في دقايق بالظبط، حاجه كده بجد مش قادره اقول لكم. لازم تجربوا بنفسكم. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات وصفاتي الجديده. جربوا الوصفه دي ومنتظر رايكم. باي باي.